إذا اتفقنا اليوم على خبرين كبيرين بخصوص قضية الصحراء المغربية. فالخبر الأول هو أن الجزائر بحسب موقع ماروك تايمز تؤكد أنها مستعدة للاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه مقابل شرطين فقط، وسنتعرف معا على هذين الشرطين. أما الخبر الثاني فهو أن أسبانيا أفرجت رسميا عن قائمة المغاربة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، إضافة إلى قائمة المحتجزين من جنسيات أخرى، وهي أرقام صادمة سنعرضها عليكم خلال هذه الحلقة. نبدأ بالخبر الأول. الخبر الأول هو أن الجزائر بحسب موقع ماروك تايمز، وبطبيعة الحال نحن لا ننسب هذا الكلام لأنفسنا، تؤكد أنها أعلنت سرا ومن خلال قنوات دبلوماسية سرية استعدادها للاعتراف بمغربية الصحراء وسيادة المغرب عليها، وليس الحكم الذاتي فقط بل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه مقابل شرطين فقط. الشرط الأول الذي طلبته الجزائر هو الحصول على ضمانات من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بأن المغرب لن يطالب مستقبلا باسترجاع الصحراء الشرقية بما في ذلك تندوف وبشار وأضرار وغيرها من المناطق. بمعنى آخر سنعترف لكم بمغربية الصحراء ولكن لا تطالبوا باسترجاع الصحراء الشرقية، وهذا هو الأمر الذي كنا نقوله دائما، وهو أن الجزائر بحسب هذا الطرح كان هدفها الحقيقي من افتعال قضية الصحراء هو إلهاء المغرب عن المطالبة بالصحراء الشرقية. وقد نسب إلى الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين قوله: اليوم وضعنا حجرا في حذاء المغاربة. ننتقل إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني هو أن الجزائر تطالب وفقا لما تصفه بهواجسها وسياسة المؤامرة بضمانات بأن المغرب بمساعدة قوى أجنبية لن يتدخل في الشأن الداخلي الجزائري. وفي الجزائر يطلقون على ذلك اسم مشروع تقسيم الجزائر، ويقال أن هناك مشروعا لتقسيم الجزائر إلى عدة دويلات: جمهورية القبائل بشكل منفصل، وعودة الصحراء الشرقية إلى المغرب، وعودة الصحراء التونسية إلى تونس، والصحراء الليبية إلى ليبيا، وأزواج كدولة مستقلة. وهذا المخطط بحسب هذا الطرح تتمنى بعض الأطراف في المغرب حدوثه، وتطالب الجزائر المغرب والقوى الأجنبية بتقديم ضمانات بعدم التدخل، لأنها بحسب الرواية المطروحة يشعرون بالخوف والعزلة خصوصا بعد تراجع الدعم الروسي والصيني لهم. وهذه هي الشروط التي يقال إن الجزائر تضعها مقابل الاعتراف بمغربية الصحراء. أما الخبر الثاني والذي يعتبر بمثابة صدمة فهو أن أسبانيا أفرجت عبر وثيقة رسمية عن قائمة المحتجزين في مخيمات تندوف. والآن انظروا معي إلى سكان الصحراء المغربية الموجودين داخل مخيمات تندوف. كما يبلغ عدد الأشخاص المنحدرين في الصحراء المغربية بحسب الأرقام الواردة يبلغ عددهم 1937 شخصا فقط، أي ما يشكل نحو 2% من إجمالي السكان. أما الأشخاص الذين جلبتهم الجزائر من مالي فيبلغ عددهم 23,490 شخصا، أي ما يقارب 27%. والأشخاص الذين جلبتهم الجزائر من كوبا ويعود أصلهم إلى كوبا يبلغ عددهم 12,180 شخصا، أي نحو 14%. أما الأشخاص الذين هم في الأصل جزائريون من تندوف فيبلغ عددهم وفق هذه الأرقام نحو 22% من الإجمالي. كما توجد أعداد أخرى من أشخاص جلبوا من شمال السودان وتشاد ويبلغ عددهم نحو 9570 شخصا، أي ما يقارب 11%. وهناك أيضا أشخاص لا يملكون وثائق أو هويات ويبلغ عددهم نحو 20,683 شخصا، أي ما يقارب 24%. وبحسب هذه الأرقام يبلغ مجموع سكان المخيمات نحو 87,000 شخصا فقط. فإذا أجري الاستفتاء الذي تدعو إليه الجزائر فإن عدد الأشخاص الذين يقال إن لهم الحق في التصويت من سكان الصحراء المغربية سيكون 1937 شخصا فقط، مقابل ملايين الأشخاص الموجودين في مدن الصحراء المغربية. وهذا بحسب هذا الطرح يفسر لماذا يقال إن الجزائر أصبحت تدرك أن اللعبة انتهت. والإفراج عن هذه القائمة له عدة أبعاد. أولا يؤكد بحسب أصحاب هذا الطرح وجود تناقضات في الرواية التي قدمها النظام الجزائري بشأن أعداد سكان مخيمات تندوف. وثانيا يثير تساؤلات حول المساعدات الإنسانية التي كانت تصل إلى المخيمات، فقد كانت المساعدات ترسل على أساس أعداد تتجاوز 170 أو 180 ألف شخص، بل وصلت في بعض الروايات إلى 200 ألف شخص، بينما تشير القائمة المعلنة إلى أعداد أقل بكثير. ويبقى السؤال: أين كانت تذهب المساعدات الزائدة؟ بحسب الاتهامات الواردة في هذا الطرح كانت بعض هذه المساعدات تصل إلى السوق السوداء،
ويستفاد منها بطريقة غير قانونية. ومن جهة أخرى فإن الإفراج عن هذه القائمة يمكن أن يسهل على المغرب معرفة الأشخاص الذين يفترض أن تكون لهم إمكانية العودة إلى المغرب. فإذا كانت الأعداد 1937 شخصا فقط فالأمر قد يكون مقبولا وسهل الاستيعاب. أما إعادة 87 ألف شخصا دفعة واحدة فستشكل عبثا وتكلفة أكبر على المغرب والمغاربة. والآن أترككم مع مقطع يتحدث عن ما يعرف في الجزائر بأنه سفير جمهورية الصحراء، ولا أفهم كيف يمكن أن تكون هناك دولة لها سفير داخل الدولة نفسها، وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات. ويقول المتحدث في المقطع أيضا منذ 50 سنة، أي منذ عام 1975 واجه الشعب الصحراوي قليل العدد وعديم الإمكانيات والخارج من حرب طويلة ونضال طويل ضد الاستعمار الأسباني. واجه آلة الإبادة، حيث عمد النظام التوسعي في المغرب إلى الإبادة والتصفية الجسدية للصحراويين ثم فشل في ذلك. ولكن الشعب الصحراوي واجه أيضا الآلة العسكرية المغربية لمدة 16 سنة حتى فرض على النظام المغربي هزيمة عسكرية مدوية. وعلى هذا الأساس كان أحد الأسباب التي قادت الحسن الثاني إلى الاعتراف في نهاية المطاف بحق الشعب الصحراوي والقول أمام المجتمع الدولي: تعالوا لكي نسوي هذه المسألة على أساس الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وهنا يظهر بحسب هذا الطرح تناقض واضح. إذا كنت تدعي أنك لاجئ فكيف تكون مسلحا؟ وكيف يمكن للاجئ أن يدخل في حرب مع دولة؟ هنا نتحدث عن دولة هي الجزائر التي يقال إنها أعلنت الحرب بالوكالة ضد المغرب. وكما قلنا في حلقات سابقة، لو كان المغرب دولة عدوانية لكانت المنطقة أكثر دمارا مما هي عليه في السودان أو ليبيا أو منطقة الساحل. ولكن حكمة المغرب وصبره على ما يعتبره أذى من الجزائر هما من الأسباب التي جعلت المنطقة تعيش حالة من الأمن والاستقرار حتى اليوم. فلو كان المغرب يتبنى الأفكار نفسها التي يتبناها النظام العسكري الجزائري، وهي أفكار يصفها البعض بالخطيرة، لدخلت المنطقة في متاهة كبيرة، وكان المتضرر الأول والأخير سيكون الشعبان، بل شعوب شمال إفريقيا بشكل عام في المغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا وتونس. وكان المتضرر الثاني هو الاتحاد الأوروبي، لأن حربا على حدوده الجنوبية كانت ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها، وكان من الممكن أن تتراجع المنطقة وتتخلف إلى الوراء لعشرات السنين، كما سنعود إلى أجواء سبعينات وثمانينات القرن الماضي. لكن الحكمة كما قلت لكم من جانب القيادة المغربية والنظام المغربي هي التي جنبت المنطقة بحسب هذا الرأي كل هذه السيناريوهات. ولهذا يرى البعض أن ملك المغرب يستحق جائزة نوبل للسلام. إخواني، كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة. نلتقي في الفيديو القادم، ولا تنسوا كتابة آرائكم في التعليقات لأن تعليقاتكم مهمة جدا للقناة. وإلى اللقاء.